السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة يا رب، وكل سنة وانتم طيبين ويعود علينا الأيام بخير يا رب. تعالوا بقى نبدأ نعمل حلويات لرمضان. طبعا الفيديو متأخر شوية، بس والله هو متصور من أول رمضان، حقكم عليا. بس النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا، مش هتاخد 5 دقايق، بمعنى كلمة 5 دقايق بجد. حاجة حلوة كده وهشة كده ومقرمشة، أحلى 100 مرة من اللي احنا بنجيبها من بره. أولا هنعملها بالفستق الكداب، وهنعملها كمان بالسوداني. يلا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الطريقة. بس لو أول مرة بتشوفوا القناة، يا ريت ما تنسوش لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو أنا بعمله. أول حاجة هنجيب لفة جلاش، ولازم تكون طازة. لازم تكون طازة، يعني ما ينفعش تكون عندك في الفريزر محفوظة بقالها فترة وتعمليها، لا لازم تكون طازة. دلوقتي هنبدأ نفتحها كده ونقسمها لثلاث مثلثات. طبعا لو انت شايفة ان المثلث كده هيبقى كبير، ممكن تصغري كده وممكن تخليها 4 حاجات، 4 قطع يعني. هنقطعها بالعرض مش بالطول. تمام. زي ما انتم شايفين انا شلتها وحطيتها في القماشة جنبي علشان ما تنشفش مني. يعني الحاجة اللي انت بتستخدميها بس، والباقي لازم يكون مستغطيه علشان ما ينفعش ان هو ينشف، هينشف منك. هبدأ ان انا اعمل مثلث زي ما انتم شايفين واقص. هنخلص بقى الكمية كلها بنفس التسلسل اللي انا بقولكوا عليه ده. طبعا لو اتبقى زيادات مفيش مشكلة، بتتشال. انا حاولت اعمل ديت مثلثين بس ما نفعتش، فاخدت مثلث وسبت الباقي. زي ما انتوا شايفين عملت الكمية كلها. طبعا لو انت شايفة ان الرقات كتير، ممكن تشيلي من كل واحدة 2 أو 3 وتعملي بيهم واحدة تانية. هبدأ ان انا اجيب صينية او صاج، وهبدأ ان انا احط المثلثات بتاعتي في الصينية، مش مدهونة اي حاجة. هقولكوا ليه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده هرصها، يعني كل ما ترصيها كده بتاخد مكان اكبر. بعد كده جبت زبدة معايا، وهبدأ ان انا ارشها كده عليها. ما تقلقوش لو اتبقى اي زيادات بتتبقى في الصينية، يعني مش بيبقى تقيل لانه هو اصلا ما بيشربش سمنة معانا. طبعا يفضل بزبدة، بس لو مش موجود مفيش اي مشكلة سمنة، ومفيش مشكلة خالص لو سمنة على زيت. هبدأ ان انا اسقيها كده كويس. طبعا وانا مشغله الفرن وسخن معايا على درجه 180 درجه، ودخلته الفرن، وزي ما انتوا شايفين كده حاجه في منتهى الجمال. بصوا مقرمش وشكله تحفه، واخد اللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. سيبته بقى يبرد شويه، وبعد كده هبدا خلصت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين. هبدا ان انا افتحه، شايفين هو بيتفتح بكل سهوله. مش هقول لكم بقى ناشف وبيتكسر وكده، لا هو بيتفتح بكل سهوله. طبعا انا عامله كاستر. كسر سهل، مش محتاج يعني طريقة ولا أي حاجة. نص كوباية من الكاستر، عليها كوبايتين من الدقيق، سوري كوبايتين من اللبن، وعليهم سكر، وما تكتروش السكر علشان هو كده كده احنا لسه هنحط كمان عليه شربات أو السيرب بتاعنا. وحطينا كده الفستق الكداب. بصوا شكله تحفة في منتهى الجمال بجد، ما خدش معايا وقت، لازم تجربوه. طريقته حلوة جدا وسهلة جدا. وبعد ما خلصناه كده بنديله كده بالمعلقة رشة من السيرب بتاعنا او الشربات، وكمان ممكن عسل ابيض. يعني اللي تفضليه مفيش اي مشكلة، كله ينفع. مفيش حاجة ما تنفعش، ومفيش حاجة ما تجربيهاش. جربي ما تيأسيش، وان شاء الله تطلع معاكي الحاجة حلوة وتتبسطي بيها. وقدميها على سفرة رمضان بألف هنا. حاجة في منتهى الجمال، سهلة وبسيطة بجد، ما خدتش ولا مكلفة ولا خدت معايا وقت، وشكلها تحفة. ما تنسوش لايك واشتراك للقناة. كل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم.